إنها ليس مجرد قصة، فلتستمع إليها بخيالك وبعقلك، فلتتفكر. سلام. في إحدى الأيام انزاد على الأسد شبل جديد بعد فترة من السنين من عدم الإنجاب. فعندما سمعوا جميع الحيوانات الغابة الخبر بقدوم الشبل، ففرحوا جميعا بهذا الشبل الجديد، ومن الممكن في المستقبل سيصبح يوما ما ملك آخر جديد على الغابة بعد أبيه. لهذا اجتمعوا جميع الحيوانات العامة في مكان واحد، وكل واحد منهم أمر واتخذوا قرار بين أنفسهم بأنهم يقدموا احتفالية لهذا الشبل، احتفالية لهذا الشبل الجديد لإرضاء أبيه ولترضية أمه اللبؤة الذي تراعيه. فحددوا مجموعة من الحيوانات المتنوعة، ذهبوا إلى العرين الأسد ليطرحوا عليه بعض الاقتراحات لنجاح الاحتفال. يجب مشاركة هذه الفرحة كل الحيوانات بهذا الاحتفال مع كل الحيوانات الموجودة في الغابة دون استثناء، المفترسة والأليفة، الصغيرة والكبيرة، القوية والضعيفة، في هذا الاحتفال وبهذا اليوم بدون حقد واحتقان واحتقاد وصيد واقتتال لأي حيوان إن كان. مهما تطور الاقتتال من المشاكل والإشكال، سيكونون في هذا اليوم بعيداً عن قانون الغاب، لا قتل ولا عذاب. فقال الأسد: أنا على استعداد على هذا القرار، وأتحمل مسؤولية كل حيوان يحضر الاحتفالية في أي مكان، ومن يخطئ في ذلك شروط ويعرض نفسه للاقتتال. ففرحوا كل الحيوانات بهذا الرأي الجميل، وأصبحت في حالة هتاف وتهليل بين جميع الحيوانات الذي كانوا حاضرين أمام بيت الأسد، أمام عرين الأسد. وعندما أعلن بمشاركة كل الحيوانات، كل واحد فيهم حسب المقدرة والاقتدار على سواء، بالغناء، ومنهم بالشعر والرقص والشجن، ومنهم بالتمثيل، ومنهم بالتقيل، ومنهم بحرص الحيوانات الحاضرين، ومنهم مهتم بالطهي الطعام تقديمه للحاضرين. ثم حددوا موعد للاحتفال وحضرت الحيوانات، ثم حددوا موعد للاحتفال وحضرت الحيوانات من كل مكان، وبدأت الكلمات والشعر والمقدمات، ثم صار الرقص والغناء. الببغاء يغني، والقرود زينت كل الأشجار، والخراتيت تساعد على توزيع الطعام، كل الحيوانات يدا بيد. ومن ثم كانت هنالك غزالة، وهي السباقة، مرة تميل على اليمين ومرة تميل على اليسار، حتى أثارت إعجاب كل الحاضرين، وصاروا يصفقون لها كل الحيوانات في حالة انبهار، ما عدا الحمار غاضبا ليس فرحا. جاء له الأسد قائلا: لم يا حمار لم يعجبك الاحتفال؟ فقال الحمار: أيعقل؟ هذه الغزالة الراقصة هي ابنة أختي. فقال الأسد: ماذا قلت؟ ما دام ابنة أختك يجب علينا أن نكرمك في الأمام ونعطيك كل مطاب. ففرح الحمار وجلس في الصف الأمامي أمام المائدة، وصار يأكل باستمتاع. واستمرت الغزالة بالرقص، ترقص وتقفز من مكان إلى مكان، حتى آخر قفزة جاءت على بطن الشبل المولود فمات. فهربت الغزالة وانتشر الصياح بين الحيوانات، وحزن الحيوانات الحاضرين فاضطروا أن يجروا وراء الغزال. فقال الأسد: لا تركضوا، إنها خالها معنا،
هو لنقتله هو بدلا منها. وانتهت هذه الحكاية، وسلام.